من غير ما نستنى حتى الجولة الأولى ما تخلص ابتدينا الموسم من ماتش مانشستر يونايتد بخوازيق وغرائب وطرائف، حاجات غريبة بتحصل في الكورة. برونو فرنانديز فجأة طلب من الناس إن هي تشتريه علشان أنا بجيب أجوان كتير، بعمل أسيستات كتير، أنا بعمل أي حاجة في الدنيا، أنا بجيب أي حاجة في الدنيا، أنا هجيب لكم نقط كتير جدا. يعني لو كنت عرفت السنه اللي فاتت كنت تجيب، بس ماشي يعني هنمشيه. فجاه لقينا شويه ناس بتتكلم كده وشويه اونر شيب موجوده كده، كام في الميه رقم غريب كده بيشعل بيقول ان عندي برونو فرنانديز. هو قعدنا والراجل هيوفي بقى وبتاع، دخل الماتش بالصلاه على النبي راح ايه مضيع انفرادين. قلنا مش مشكله، في بقى شويه اونر شيب تانيه كده كام رقم في الميه يعني عندهم جرناتشو. عايزين بقى يعملوا ايه في جرناتشو؟ جرناتشو هيكفره، المفروض هيكفر يعني، هو هيكفر برونو فرنانديز حرفيا، مش هيكفره، هو هيكفره. المهم يعني راح جرناتشو عامل ايه؟ مضيع كرة غريبة جدا، يعني مش فاهم. راشفورد هل هو اللي غلطان؟ جرناتشو هو اللي غلطان؟ يعني آه الحمد لله على نعمة الإسلام، وعشان في حاجات ما ينفعش تتقال، يعني في حاجات لازم ايه، في عندها حدود ما ينفعش تتكلم فيها. الناحيه الثانيه عندك في كريستال بالاس الحكم بيصفر بعد ما ايزي جاب الجون، يحسبها مش عارف فاول ولا حاجه كده يعني. وبعد الماتش ايزي بيقول ان هو راح اعتذر له، اهلا وسهلا، يعني الاعتذار انت تمام يعني، عملت لي حاجه زودتني فلوس، احترمتني مثلا، اهلا وسهلا يا سيدي، هستفاد ايه يا عم؟ ما تحترمنيش، هات لي نقط، انا مالي، تعتذر له ليه يا عم؟ وانا انت ابن اختي؟ حاجه غريبه جدا الصراحه يعني، بس ماشي. وغير عندك ايزي يعني تشيلسي عمال يجيب في لعيبه كتير بقى، عندهم 45 لعيب في السكواد ما شاء الله يعني، اللهم لا حسد يعني، كل اعوذ برب الفلق. بقى عندهم لعيبه كتيره جدا مش عارفين يودوهم فين، فتقريبا اي حد من غير نادي قدم عرض في تشيلسي. شوفوا لكم اي حد يا رجاله، انتوا هتتباعوا وهتلعبوا يعني. سيرجيو راموس قدم، روح يا اسطى تشيلسي هياخدوك والله عادي يعني، مش صعبه يعني. اي حد من الحاجات دي يعني هتلاقي نادي يعني ان شاء الله. المهم يعني في تشيلسي بعد ما جمعوا الدنيا وعملوا مدير فني وجابوا ليله وعملوا وسووا وحاجات كتير قوي كده، فجاه بلا نقاش، لا يا باشا انا مش هعمل حاجه. ماتش مش مفهوم من تشيلسي. مدير فني هو بيدير حاجه تانية غير الماتش، او بيدير فنون غير فن الكوره. لعيبه بتدير حاجه، بتعمل حاجه كده، بتلعب كوره غير الكوره اللي احنا بنتفرج عليها. يعني عندك مثلا بالمر ونكونكو والليله اللي قدام دي كلها بيلعبوا في نفس المكان. فانا مش فاهم هو موظفهم ازاي، وهم ذات نفسهم ما حدش فاهم حاجه. يعني حتى بتوع مانشستر سيتي ما حدش فاهم هو يمسك مين يجيب، ما حدش فاهم حاجه. ده تقريبا من ضمن الخدع والمهاره اللي المدير الفني كان عملها، بس هو كان فاكرها خطه يعني، مش فاكرها حاجه غلط، فجت معاه بالغلط يعني، ان هو ايه بيوظف لعيبه مش في مكانها علشان ايه، قال ايه يعني يسير دفاعات مانشستر سيتي. بس ماشي يعني هنعتبرها كده لحد ما الدنيا تظبط. اكيد انت مش قصدك كده يعني، ما اكيد لا. وجاكسون الناحيه الثانيه اللهم صل على النبي، يعني الراجل مستمر من الموسم اللي فات على مستواه ثابت جدا على المبدا، ثابت زي محمد رمضان، مفيش اي فرق. الدنيا كلها ايه زي الفل يعني، مفيش ادنى اختلاف على مستوى تشيلسي عن الموسم اللي فات والموسم ده. كوريا مع هالاند، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. خلونا ندخل في الحلقه، خلونا ندخل في الحلقه. عندك هنا شهر تكرف مين تجيب مين، ماشي ماشي. الواحد عايز ينام والله، الواحد لسه راجع من الشغل. المهم مرهق بقى، قعدنا اتفرجنا على ماتش توتنهام. المفروض الحلقه دي تنزل امبارح، يعني تنزل بقى في ماتش توتنهام كده، يعني تتصور يوم الاحد وتنزل يوم الاثنين. انا بصورها يوم الاثنين بعد ماتش توتنهام اللي المفروض تنزل لك بكره. يعني المفروض دلوقتي رجعت من الشغل الساعه 6، هقعد لحد توتنهام. طبعا انا دلوقتي بعد ماتش توتنهام اصور الحلقه دلوقتي ومنتجها، واصحى بكره الساعه 6 عشان اروح ايه الشغل بتاعنا، وهتنزل لكم بكره ان شاء الله يعني. يعني اكيد مش هعمل تاريخ غلط مثلا عشان تشوفوا الفيديو ده، بس انا دلوقتي كده هو برمي نفسي وخلاص. المهم يعني ان شاء الله مش هتشال في المونتاج يعني. بس يعني والله الواحد يعني الحمد لله برضو. كانت عندنا مديرة عسل في الشغل اسمها مارينا غالي، جابت لي الفي كولا دي، فحابين نشكرها عليها والله، شكرا جدا. بتشجع المنتج المصري، المنتج المحلي، مش منتجات ولاد السيئة اللي في البلاد التانية، الحمد لله. بس يعني الواحد والله مش عارف يقول ايه عموما بمناسبه الشغل. يعني انا اخد دقيقه كده من وقتكم. يعني صباح الفل، انت المفروض في مصر، ما تستغربش يعني بني ادم زي في سن العشرينات عايزه يعمل ايه؟ لا لازم يكون بيشتغل، بيدرس، بعد ما بيدرس بيروح ياخد كورسات عشان يعرف يشتغل.
يعني ده شغل غير الشغل اللي انت هتشتغله في المستقبل، ده مجرد ايه، يسند حياتك يعني. غير كده بقى اتصور الفيديوهات دي، امنتج الفيديوهات دي، اكتب سكريبتات الفيديوهات اللي جايه، اعمل كل ده وارفع لكم الفيديوهات. انا اعمل كل ده لوحدي. آه الحمد لله. هنعمل ايه طيب؟ في مصر كل حاجه مختلفه. في مصر لازم خلاص يعني لازم نعيش الواقع، لازم نعيش واقعنا احنا بس، مش ده مش الواقع عموما، ده واقعنا احنا بس. طيب بلاش اكتر من كده. خلينا ندخل في اول فقره معانا وهي تكرف مين. اول مره هنتكلم على تكرف مين وكرف لشار لو معاك. فابيان شار من نيوكاسل، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. مدافع قلب الفرقه كلها في الماتش. انا مش فاهم برضو هو بيعمل ايه، ده من ضمن غرائب وطرائف اللي ما اتكلمناش عنها في اول حلقه. فابيان شار انت في اول شوط، في اول ماتش، في اول نص ساعه، في اول تلت ساعه في الدنيا، انت ليه يا اسطى، ليه يا اسطى؟ ما عملش حاجه يعني، الواد ما عملش حاجه هو استفزك بس مش للدرجه دي يعني. ده انت لعيب كبير حتى يا اسطى، انت بتلعب بقالك كتير يعني، ما مش كده يعني، بالراحه. في ناس جايباك عايزه نقط، ما اعرفش مين اللي جايبه والله، بس في ناس جايبه عموما حد من نيوكاسل بعيدا عن انهم كان هيبوظ الكلين شيت، ولو كان بوظه يعني هو اتليست ومشيت يعني. لويس هال بالكره اللي شالها من على الخط دي برضو ايه، لحق الدنيا شويه، مع ان والله ساوثهامبتون اصلا كانت يعني تستحق تكسب، مش تتعادل حتى ولا تخسر يعني، بس يعني التوفيق برضو موجود. لويس هال والله قدم شويه حلوين، ما لحقناش نشوفه يعني. في ليله انا محتاج اتكلم عنها في ماتش نيوكاسل ده لوحده في تشكيلتي، وتشكيلتنا كلنا والله في شويه صياح كده لازم يطلعوا يعني، بس مضطرين. لو عندك كوانسا من ليفربول، يعني برضو نفس حسبي الله ونعم الوكيل بتاعت الواد التاني ده، هي عند كوبي بيست كده. ليه يا اسطى؟ يعني ليه تعمل كده؟ انت باربعه ونص والناس كلها داخله بيك وعمالين يقولوا كوانسا هيلعب ارخص مدافع في اللعبه، هيجيب كلين شيت، ده المدافع السرقه اللي مش عارف ايه. ليه يا اسطى؟ ليه المدير الفني بعدها يطلع يقول لك ان احنا خسرنا كتير من البطولات الهوائيه وبتاع؟ ما كان له حقه ينزل كوناتي. هو الفكره ان هو يعني التبديل الوحيد اللي عمله وغير شكل ليفربول في الشوط الاول للشوط الثاني ان هو بدل كوناتي، نزل ليفربول اتحسنت. اكيد انت مالكش لازمه يعني، اكيد انت في خط الدفاع مش هتاثر في حاجه، بس ايه بقى اللي حصل خلى الحته دي تتغير؟ اكيد انت ليك سبب فيه. فخلوا بالكم من كوانسا، اللي عايز يبيعه طبعا خلاص يعني. اعتقد ان الدنيا مش هتبقى غلطه في حاجه الفتره الجايه، وهو اصلا كان في روتيشن معاه بينه وبين كوناتي، فاكيد كان هيجي الوقت اللي احنا كنا عارفينه، بس مش في اول جوله كده على طول يعني. بس اعتقد ان كوانسا خلاص يعني مش هيبقى ليه دور تاني خلال الماتشات اللي جايه. وهنتكلم برضو عن البودلة بتاعته هو وفابيان شار، وهو اي مدافع تاني لو انت حابب تبيعهم من المدافعين هنتكلم عنهم في الفقره اللي جايه تجيب مين. فبس يعني حتى مدير الفني لما طلع اتكلم عنه وحش، فما اعتقدش ان كوانسا هيكون له دور يعني في خلال الفتره اللي جايه من ليفربول. غير كده مفيش حد اقدر اقول لك بعينه انك تروح تبيعه. خلي بالك بس من اخر حاجه ان بيدرو بورو، عشان انا لسه فاكر اللحظه دي ما كانتش مكتوب في السكريبت يعني، بيدرو بورو في اخر 10 دقايق ربع ساعه في الدقيقه 87 كده بدا يعرج شويه، وبعد كده خرج في الدقيقه 91 ما قدرش ان هو يجري، ما كانش بيجري خالص. فلو عندك بيدرو بورو او ناوي تجيب بيدرو بورو بعد ما جاب الجون، اتقل بس شويه كده وشوف لحد ما بوستيكوجلو يقول الكلمتين بتوعه ويطمنا او يخزوقنا ايا كان. المهم ان احنا ايه، نفهم الدنيا يعني. بس تجيب مين وهقول لك دلوقتي على بودلة في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم. بس عموما خلينا متفقين اكتر على شعار ان احنا ما نتسربعش في التبديلات، اتقل لحد ما تشوف المؤتمر هيقول ايه، المؤتمرات بتاعه الفرق، وبعد كده بدل في اخر 5-6 دقايق من الديدلاين عادي جدا. ما حدش هيغلى وما حدش هيرخص دلوقتي، ولو حد يغلى وحد يرخص مش دي اللي هتفرق يعني. احنا كده كده تشكيلتنا خربانه، فما جاتش على 1 من 10 يعني. اللي هيخزونا نحط غير ما احنا متخزوقين يعني، فعادي عادي والله ما فيش مشكله. المهم بس هي فكره ان لو انت عايز تبدل حد ما تتسربعش يعني. حتى لو هتبيع كونسا او فابيان شار اتقل شويه لحد ما تكون مظبط حالك كده، تجيب مين لاعب فيه، علشان اللاعب ده ممكن يتصاب في التدريبات عادي جدا وتبلع الخازوق ده، تبقى انت بدلت واحد هتبدله تاني الجوله الجايه. طيب خلينا نتكلم على بديل عموما ينفع في الدفاع لاي حد من الاثنين، وهو نصير مزراوي الظهير المغربي، ظهير ايمن لمانشستر يونايتد. نصير مزراوي قدم مباراه جامده جدا، ماتش جامد قوي يعني، تقريبا ده افضل ماتش يعني. انا بقالي كتير جدا ما شفتش باك رايت بيلعب بالمجهود ده، بيلعب بالمنظر ده، بيلعب بالشكل والطريقه دي في الملعب. نصير مزراوي عمل كل حاجه بشكل متكامل جدا، هجوم دفاع كل حاجه.
طلع خد الكلين شيت، الدنيا زي الفل. قدم مباراه هايله جدا، خد 2 بونص كمان، كان 3 وتعدل بقى 2، بقى 8 نقط. للاسف معظم اللي موجودين عندنا حاطينه على الدكه في الجوله الاولى. فنصير مزروع من ضمن اللعيبه اللي هتكون مهمه جدا للجولات اللي جايه، وماتشات مانشستر يونايتد كمان اساسيه قوي 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 للجوله الجايه او للجولات اللي جايه عموما. تقدر تجيبه وتخليه معاك تحتفظ بيه يعني. هو ينفع في اي حاجه، ينفع قصاد فرقه تقيله عادي جدا، هتلاقيه بيشارك وبيجيبه والله. طب خلاص انا مش عايز حد من مانشستر يونايتد، عايز حد كده ريسك زي اندرسون، ريسك زي كوانسا، ريسك زي اي حد، المهم ان هو يكون ريسك. هقول لك انا يا باشا اعظم ريسك في تاريخ الجوله الاولى من فانتسي الدوري الانجليزي اللي هتعملها وهتاخد خازوقها وهناخد كلنا خازوق، هو روبنسون من فولهام. روبنسون من فولهام باك ليفت بيتقدم خطير جدا على الجون. روبنسون بجد 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 تاني تبديل مناسب جدا 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 بعد نصير مزروي. لو انت مش مرتاح او لو معاك نصير مزروي اصلا وعايز تجيب حد معاه كمان، في عندك زي ما قلنا روبنسون من فولهام بجد خطير قوي. يعني انا شفته بيتقدم في كذا كوره، بيعمل عرضيات كويس جدا، ساعات لعب فاول كده او حاجه فممكن تلاقيه بيرمي لك اسيست. طبعا ما تستناش منه حاجه جامده قوي، هو كده كده من فولهام ب4.5 يعني في نفس الفئه السعريه، بس اعتقد ان هو هيكون يعني برضه ممكن تنكش فيه. انا الموسم اللي فات كنت واخد حد من فولهام كاستاني، الموسم ده والله بفكر اديها في روبنسون يعني، بس يعني لسه بدري عشان تقدر تقرر حاجه زي كده انك تبيع لاعب او تجيب لاعب. يعني اصبر اهم حاجه انك تصبر بس. طيب عايز تبعد بقى عن النوش ده كله وتجيب واحد مضمون تقعده معاك بقيه الموسم ومن فرقه يعني بتقول شويه وفرقه شكلها في طريقه اللعب وفي كل حاجه في الجوله الاولى كان كويس، روح على واحد زي اندرسون او منوز من كريستال بالاس. اندرسون خلي بالك ان هو ب4.5، منوز ب 5 مليون. منوز طبعا لو معاك 5 مليون ارمي على طول، ارمي هات من غير ما تفكر، ولعبه قدام فرق كبيره ولعبه في اي حته هيأدي. كريستال بالاس طريقه لعبه في الجوله الاولى بالذات كانت خطر قوي قوي قوي، واعتقد انها هتبقى خطر على الفرق اللي جايه كمان يعني. بجد سوء التوفيق بس قدامها هو اللي كان سبب في ان هم يخسروا، بس بجد كان يعني كريستال بالاس تقدر تأدي قصاد اي فريق وخطر جدا جدا جدا، خصوصا على ارضها الموسم ده بالذات هتبقى خطر جدا جدا جدا. فلو معاك فلوس هات مونيوز، لو مش معاك انزل وهات اندرسون، وكمان عندك خيارات تانية زي ما اتكلمنا عنها نصير مزراوي وروبنسون. خلينا نتكلم على فرقه تتارجت منها لعيبه الجولات الجايه. ليه؟ لان ماتشاتها سهل. هي فرقه ماتشاتها سهله بس هي بتصعب الدنيا على نفسها، يعني هي الحته السهله للماتشات السهله يعني. ما مش بعيد تلاقيهم عادي خسرانين الماتشات دي كلها عادي جدا يعني. تشيلسي اللعيب الوحيد اللي ممكن اقول لك يستحق انك تشتريه بالمر بس، شكرا اقفل وامشي بس. اي حد غير بالمر نكونكو يعني احنا صابرين على نكونكو بالحب كده والله، يعني انا صابر على نكونكو في تشكيلتي بالحب. ليه؟ كان بيقول والله في الماتش الودي في الماتشات الوديه وبتاع، بس خلاص الواد قطع ما بقاش فيه. ففكر في تشيلسي. ليه؟ تشيلسي ماتشاتها اللي جايه وولفز وكريستال وبورنموث وويست هام وبرايتون ونوتنجهام، 6 ماتشات تحفه مفيش احسن من كده بالنسبه لبالمر بس. غير كده ما اقولكش، ما ارشحلكش الصراحه، ما ينفعش. انا لو رشحت لك هاخد ذنب مثلا. الكلام ده مش هياكلني عيش والله، بس فبلاش. لو انت مش قد سيبهم عادي، ما تعتبرهمش ماتشات سهله يعني. والله ممكن تلاقي بورنموث فجاه كسبان عادي يعني، شغال يعني. برضه هقول لك على كذا لاعب تحط عينك عليهم للجولات اللي جايه. حط عينك على جوتا من ليفربول، راجل بيخلص اي نعم دقايق قليله وده عيبه الوحيد، بس جوتا من ضمن اللعيبه المهمه في ليفربول. مع الوقت هنستكشف يعني، ما اعتقدش برضه ان في حد اهم من صلاح الصراحه، لكن ممكن يكون كفر مناسب من ليفربول. بس اعتقد ان جوتا من ضمن اللعيبه اللي لازم يكون عليها العين الفتره اللي جايه، ممكن يدخل التشكيل عادي جدا. لو انت معاك صلاح هتدخل جوتا، مش فارقه كتير يعني. كده في الحالتين جوتا من اللعيبه المهمه جدا 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 من ساعه ما كان موجود في ولفرهامبتون والله، يعني من ضمن اللعيبه الاساسيه اللي ما بتخرجش من اي تشكيلاتنا على مدار الموسم يعني. بيجي جولات معينه كده بس تلاقيه بيظبطنا والله. فجوتا خليه تحت عينك الفتره اللي جايه بس كده، عشان وقت ما هتلقطه هتلاقيه بيخزوقك برضو عادي جدا يعني. انت فاكرني اقول لك ان هو يظبطك؟ لا طبعا. هيخزوقك. طيب بمناسبه بقى ان احنا كملناش كام ساعه كده من التصوير ولقينا فجاه توتنهام بتلعب، فالمهم يعني قعدت اتفرج على الماتش، قلت خلاص هاجل تصوير الحلقه يعني لحد ما نشوف. لقيت فجاه سولانكي في اول شوط مضيع 3 فرص.
تاني شوط مفيش سولانكي، مفيش اصلا توتنهام. ففكر كده في لعيبه توتنهام وشوف الدنيا. سولانكي الوحيد اللي بقول لك تفكر فيه هو وماديسون، غير كده ما اقدرش اقول لك حد الصراحه. يعني سولانكي، ماديسون، عايز تريسك هات سون بحيث ان هو بقى بيعمل البري اسيست مش الاسيست زي الاول. دلوقتي بقى ماديسون هو اللي اكتر بيدخل في العمق، هو اللي اكتر اللي بيشارك جوه. كمان بيدرو بورو موجود بشكل اساسي، لكن زي ما احنا اتكلمنا عن اصابته او حتته دي، فالدنيا شويه ايه مش مطمنه لها، فهنستنى المؤتمر ولازم تتاكد اكتر. لكن وجود سولانكي في فريقك كده كده هيبقى موجود وهيبقى تمبلت، يعني كده كده هيبقى تمبلت قريب، انك هتلاقي سولانكي، ايزاك، هالاند، هو كده تمبلت زي ما كانت تمبلت واتكنز في فتره. لا دلوقتي هتبقى سولانكي وايزاك وهالاند عادي جدا كلهم مع بعض. بس هي الفكره كلها في انك لازم تكون محدده في الوقت المناسب اللي هتجيبه فيه. بصراحه عادي جدا لو لقيت ناس جايباه من الجوله الاولى مش مشكله، مش ازمه كبيره، بس انت كده كده لازم يكون عندك سولانكي في وقت من الاوقات. بيدرو بورو لو اتاكد عدم اصابته الماتشات اللي جايه هيكون خطر جدا جدا جدا. بيدرو بورو من ضمن اللعيبه المهمه جدا 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 في توتنهام. الماتش اللي عمله من اروع ماتشات، ماتش بجد رهيب، ماتش جامد جدا. هو بيهاجم، بيدافع، بيجيب اجوان براسه، هو اللي جاب الجون براسه. يعني هو حتى مش جون منطقي، مش شوطه، مش اي حاجه، لا هو مفيش اصلا باك رايت في الدنيا متأيد كده او ظهير بيجيب جون براسه. يعني ده بجد هجام، يعني بجد كان رهيب قوي في الماتش ده وخطر جدا ولازم تفكر فيه. يعني ما ينفعش تعدي مثلا الفتره دي وهتلاقوا جولتين 3 كده وبنجيب 2 من توتنهام عادي جدا. توتنهام شويه وهيظبط. يعني هو في الشوط الاول كان هجومي جدا ورهيب والله، الشوط الثاني ما اعرفش ايه اللي حصل، يعني فجاه بقت دي حته ودي حته بقى. خلونا ندخل على اخر فقره معانا في حلقه النهارده، وهي تكابتن مين. الكابتن المضمون عندنا هيخش في سكه 3 4 لعيبه. اول لاعب معانا هالاند قدام إبسويتش تاون. طبعا يعني مفيش كلام، هتلاقي اصلا في 30 مليون واحد متربلينه في الماتش ده عشان إبسويتش تاون، مع ان حاسه والله يطلع خازوق في الاخر واسيست يعني، بس ما علينا، لازم يتحط في الكابتن المضمونه. صلاح قدام برنتفورد، بيأدي، بيجيب، بيعمل كل حاجه. وصلاح يعني صلاح هتروح يمين شمال، لا صلاح. وثالث لاعب معانا وهو ايزاك من نيوكاسل، هيلاعب بورنموث بره ارض قوي، فتخلي بالك من الحته دي قوي. بس ايزاك يعني هي كباتن مضمونه، تمبلت محطوطه، هالاند، صلاح، ايزاك. ورابع واحد معانا وهو ساكا من ارسنال قدام استون فيلا. هتقول لي ازاي استون فيلا دفاعها كان تعبان خالص من بري سيزون كمان، والماتش اللي فات كان دفاعها واقع. فساكا وهجوم اصلا ارسنال كله على بعض في الماتشات دي، اعتقد ان هو ماتش هيبقى مفتوح قوي، يعني جيم مفتوح، اي حد هيجيب فيه جوان، فالدنيا هتبقى مفتوحه قوي لساكا والمهاجمين التانيين. الكابتن الديفرنشال معانا هم اتنين، يا اما واحد من نفس الفريق، يا سولانكي او ماديسون، معاهم الناحيه الثانيه هافرتس من ارسنال. سولانكي او ماديسون الاثنين بصراحه يعني بجد كان ناقصهم ان هم يجيبوا جون. سولانكي ضيع 3 هجمات في الماتش، سولانكي فعلا قريب ان هو يجيب اجوان. سولانكي لاعب مهم جدا في توتنهام، بيعتمدوا عليه بشكل كبير، اي عرضيه بيرفعوا له هو، ما بيركزوش مع اي حد تاني في الهجوم غير سولانكي. فسولانكي بجد مع الوقت هيبقى في ثلاثيه بقى ورباعيه، مع زي ما كان موجود هاري كين وسون، لا دلوقتي هيبقى سون وسولانكي وماديسون وبيدرو بورو، ومعاهم جونسون كمان اللي قدم اداء خرافي جدا الماتش اللي فات وضيع كورتين كمان، كان ممكن يخرج بجول حاجه كده يعني. الكابتن مجنون معانا وهم اتنين، طبعا كابتن مجنون على اسمها الكابتن مجنون، والمجنون برضو اللي عاملها الاثنين، وهم انكونكو هيلاعب وولفز وجوردون هيلاعب بورنموث. الاثنين دول مجانين. يعني اصلا اللي مش هيكابتن هالاند اللي هيلاعب إبسويتش اللي قلناه اول واحد هو هيبقى مجنون، حتى لو هيكابتن صلاح، بس هو مجنون. بس كده دي كانت حلقتنا النهارده عن نصايح انا مش عارف صوت الكلاب ده باين ولا لا الصراحه، بس ما علينا يعني هنكمل الحلقه رغم اي تعمدات، اي ايذاء هنكمل. هو ستيل بيهوهو بس تمام. المهم يعني ما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في الشانل عشان يوصل لك كل جديد. حلقاتنا الجايه هتبقى دمار ان شاء الله. استنى حلقه يوم الاربعاء والخميس بالكتير هنتكلم فيها على فريق للجوله الثانيه، وهنرغي اكتر عن الخوازيق اللي حصلت، وبعد خازوق سولانكي اللي موجود ده هنعمل فيه ايه. وبس كده، هشوفكم في حلقه جديده. كان معاكم من قناه لارا.